فوزي القجع يعد خطة محكمة لتجنب شر الجزائر. كشفت مصادر إعلامية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ترحب بفكرة احتضان مونديال أقل من 17 سنة شهر نوفمبر المقبل. وذكرت ذات المصادر أن مسؤولي الجامعة للكرة في المغرب تداولوا في الأمر ورحبوا بفكرة احتضان حدث رياضي جديد. وأضافت ذات المصادر أن الجامعة المغربية ستعلن ترشحها لتنظيم كأس العالم لأقل من 17 سنة من أجل تمكين المنتخب المغربي للناشئين من المشاركة في المونديال على حد قولها. ووفق المصادر فإن السبب رغبة الجامعة المغربية في تعويض البيرو في تنظيم مونديال الناشئين هو الجزائر، وذلك حتى يضمن المغرب المشاركة تلقائيا في المونديال بصفته مستضيف البطولة، معتبرة أن ذلك هو الحل الوحيد الذي بقي أمام رئيس الجامعة المغربية فوزي القجع من أجل إنقاذ مستقبل المنتخب المغربي للناشئين. كما اعتبرت المصادر الإعلامية وفق الصباح ترشح المغرب لتنظيم مونديال الناشئين بمثابة خطة جديدة لتفادي السفر إلى الجزائر وتجنب تكرار سيناريو المنتخب المغربي المحلي عندما تعذر عليه المشاركة في الشان. يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد قرر في وقت سابق سحب تنظيم بطولة كأس العالم للناشئين المقررة ما بين 10 نوفمبر و2 دجنبر المقبل من البيرو بسبب عدم التزامها بتعهداتها باستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة العالمية.